مع انه فما جزء كبير تتحمله المكتب المركزي، لكن انه الثقافه هذه انه يلزم يعني المتطوعين لاداره وقياده الفرع يلزم نوع من الديناميك الاخويه، ثم تفهم واضح لتطوير سواء كان الخدمات او تطوير يعني في التعاطي مع قضايا دم الصحفيين في العلاقه بالمركز وفي العلاقه بالمكتب التنفيذي او غيره. هذا يكون ان شاء الله انه نفكروا فيه. مكتمل تقريبا بوجود 16 زميل وزميله تم التثبت من حصولهم على مخالفات 2014. الحاضرين هم 17. الزملاء الكل معناها حاضرين على نشر على تجديد الفرع اللي صار بعد الثوره في 2011 وفي 2012. المكتب بصراحه معناها بشهاده الزملاء الكل وبحضور الزملاء الكل كان معناها محدود جدا في صلاحياته وفي امكانياته، معناها كان عنده مربع صغير ياسر كان عنده مربع صغير ياسر تتحرك فيه. لا هو واقع سكول يوسف، هو في الحقيقه كان هذا ناقشناه برشا في المكتب الوطني، وكان بالحق تقريبا الناس كلهم حتى يوسف نفس الشيء، انه صحيح بقدر العتب لكن زاد ما نجوش العتب على واحد موفر حتى امكانيه. خلينا نكمل. احنا نعرف نحكي يوسف ما عادش تقول كسوله، ما عادش تقول فروع كسوله وما تخدمش، لانه كيفاش تطالب فرع انه يكون فاعل ويكون ناشط وهو مكتوب في اليدين. انه ربما ما عندنا شيء من ناحيه انه ما وفرتش الاسس الماديه للعمل بتاعنا. يعني اليوم كل فرع مش يكون عنده مقر، مش يكون عنده مكتب، مش يكون عنده حاسوب. كل الفروع تقريبا. بالامس من خلال معناها حديث مع رئيس المدير العام للاذاعه تم الاتفاق على اساس انه يتم اليوم تمكيننا من مقر باش نرجع من بعد سي شعر باش يكون عند الفرع هذا المقام نتاعو باش ينجم يجتمع فيه، باش ينجم يحط فيه معناها يجمع المعطيات نتاعو يتقبل شكاوى الزملاء. نعرفوا ان الاداء نتاع المكتب راهو اداء الفرع راهو مرتبط اولا بالمكتب من جهه وبالزملاء اللي موجودين هنا. عدد اعضاء الفرع افترض ان يكون 3 اعضاء، تقدموا 4. انور بن يحيى، الزميل انور بن يحيى، الزميل عبد الله معتوب، الزميل عبد السلام عبد العزيز، والزميله سعاد شامل. هذوما 4 مرشحين. كان ممكن كان التركيز على اللوم الاكثر على المكتب. اخترنا من اللوم عرف نفسك. عرف نفسك. عبد الله معروف تزوج من الناس اللي ما فرعاش قبل تزوج عبد الصراحه. الجانب الشخصي قداش باش تتصور العمل صرت معناها الاعضاء بتاع الفرع الجنوب الشرقي ان شاء الله في اطار معناها هذه راني ناكد على انه يلزم يكون التعاون الوثيق بين الفرع والاداره المركزيه اللي هي المكتب التنفيذي، وان شاء الله معناها في صوتنا حتى اللي كانت ترشحوا الزملاء الاخرين اللي معايا وكذا ما تكونش تمك العراقيل اللي عشناها في السابق وتقريبا فسرناها سي يوسف. هذا هو التقرير. في قسم السعودي قسم البوابه، كنت في قسم الاعمال السعودي قسم البوابه، وان شاء الله نكون خدمتكم ان شاء الله. تقريبا 14 عام عمل في المجال الاعلامي. ان شاء الله اليوم يعني ترشحت للانتخابات هذه الفرع بتاع الطويل والجنوب الشرقي الكل. ان شاء الله تختاروني بصدقي في القول. جيد جدا ان نرجع لحظيره العمل الاعلامي بعد حاجه نور اليم. نشكر بالمناسبه كل زملاء الصحفيين والمذيعين والمناشدين يساووا الحال، وكانت وقفتهم الى جانب وقفه كبيره برشا. اشكرهم واسجد لهم معترفا بالجميع. بارك الله فيكم. هذا مزيان. 2 3 4 5 6 7 8 سعاد شلبي
عبد السلام عبد العزيز وعبد الله معقول. الورقة الثانية أنور بن يحيى، عبد السلام عبد العزيز وعبد الله معقول. الورقة الثالثة سعاد شلبي، عبد السلام عبد العزيز وعبد الله معقول. الورقة الرابعة أنور بن يحيى، سعاد شلبي وعبد السلام عبد العزيز. لا استنى الأصوات اللي في المرتبة الثانية عبد الله معقول 12، في المرتبة الثالثة أنور بن يحيى 11، وفي المرتبة الرابعة سعاد شلبي 8. هذه الأصوات. المكتب بتاعكم مكتب الفرع. الزميل عبد السلام عبد العزيز رئيس، الزميل عبد الله معقول كاتب عام. وبما انه امانه المال ما عندناش مال وما فماش تصرف في الاموال، فاحنا هو في الحقيقه مازال في انتظار لانه موجوده في القانون الداخلي، في انتظار ان تولي في القانون الاساسي. احنا الزميل انور يحيى باش يكون مكلف بالاتصال، لانه يعني احنا اهم المال في الحاجات اللي تكون دائما فما اشكاليه كبيره في العلاقه بالفروع هي مساله الاتصال. دونك اذا فما ديفايونس معلومه بالنسبه لنا احنا كمكتب، زميل صارت له حاجه، زميل عنده مشكله، احنا نولوا نشدوا انا والحكومه، وانتم العكس اذا فما معلومه ما توصلوش المكتب تحاسبوه تقولوا ماكش كان جرك، يلزم علاش ما يعطوكش المعلومه. اذا تبدا المعلومه الحين واحنا ان شاء الله باش نتعاونوا مع المكتب المفروض وكل الامكانيات من اجل انه يقوم دوره. ان شاء الله ربي يعينكم ويوفقكم وهنا مع بعضنا. احنا بالاتفاق مع رئيس مدير العام المؤسسه باش ان شاء الله نكلمكم يكون عندكم مكتب باش يصير بين ونفس البضاعه. في البضاعه مكتوب النقابه الوطنيه للصحه والموظفين فرع جنوب الشرق تستقبل فيه الزملاء والمخاطبين. فنقول انور اول شيء تعمل هو تاخذ قائمه الصحفيين المخاطبين الكل في الجنوب الشرقي اللي زمايل نتاعهم التليفون نتاعهم والزملاء اللي ينجموا يكونوا مخاطبين. فرع الجنوب الشرقي للنقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين عقد اليوم مؤتمره لتجديد هيئه الفرع بحضور اعضاء من المكتب التنفيذي للنقابه الوطنيه للصحفيين وبحضور الصحفيين. تم التثبت من نصاب يعني المنتخبين، وتمت المصادقه على التقرير الادبي للفرع، وتمت يعني عمليه الاقتراع في اجواء شفافه ونزيهه. تم الاعلان عن تشكيله الفرع فيها عبد السلام عبد العزيز، عبد الله معتوب، انور بن يحيى. ان شاء الله نحاولوا باش نلبوا انتظارات الزملاء الصحفيين العاملين في جهه الجنوب الشرقي، ونحاولوا ندافعوا عن حقوقهم المهنيه والاجتماعيه على قدر ما نجموا نقدروا عليه بالتعاون مع اعضاء المكتب التنفيذي وبقيه مكونات المشهد الصحفي هنا في جهه الجنوب الشرقي. ان شاء الله نعدوهم نكونوا عند حسن الظن، وان شاء الله يكون عندنا برنامج انشطه قادم ان شاء الله نحاول باش يكون حافل بالانشطه، بحكم ان المكتب اصبحت له يعني اعتباريه من خلال ان شاء الله باش يفتحوا له حساب جاري، وستكون له صلاحيات اوسع من اللي كانت عليها في الايام السابقه.